الحاج غير السلطان تما مدفون قدامه. مدفون حداه. واه المقبره ديال سيدي عبد الرحيم هنا وسيدي. ولكن ذاك لو تيران كامل راه ديالنا. راه ديالنا دابا هذاك. ياخذ واحد الكلمه مع السي لاخر باش نمشيو للمسجد. اول مره كتجي هنايا. اول مره. الفكره اللي كانت عندك مسبقه على المكان واش مغايره تماما للحظه اللي راك تعيشها؟ واحد التورنيه غير خفيفه. واحد التورنيه خفيفه ما اذا السؤال اللي غادي يبقى في محله ديك الدوره اللي درتها المقارنه اللي ممكن تعملها. انا شخصيا يزيد يشوف راه ما شافوا الواحد. راه غير شوف النظريه باينه مع عنوانها، راه غير النظره الاولى كتعطيك يعني في الاخير غادي تكون تفصيل، راه جمله راه داخله خدا داك الفلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه هذه الزياره المباركه ديال سيدي عبد المؤمن بن علي في هذا المكان والمقام المبارك الذي اقام فيه وتعبد بجواره، ولا تزال توجد ذريته واحفاده الى يوم الناس هذا بعد ما يقارب 5 قرون تقريبا. هذا المقام العظيم اللي جينا الان وحنا من حفدته في غماره او في تجكان اللي كتنتسب لهم دوحه علميه مباركه اللي هي كلها كترجع الى هذا الاصل المبارك. فالمجيء ديالنا الى هذا المقام هو رجوع بالعلاقه العائليه وعلاقه القرابه وعلاقه النسب الادريسي الحسني الشريف الى اصله. وهذا كيشكل في المغرب واحد الشجره علميه ونسبيه نورانيه شريفه مباركه اللي هما كيتسموا ابناء سيدي عبد المؤمن، اللي امتلأ بهم الشرق، امتلأ بهم الغرب، امتلأ بهم الشمال، امتلأ بهم الجنوب ديال المملكه المغربيه. وهما قدموا واحد الخدمه جليله الى ابناء المغرب، لان هاد الابناء او هاد الذريه المباركه ديال سيدي عبد المؤمن انا كنقول بحق انه من خلال الدوره ديالي والسياحه ديالي ومن خلال البحث التاريخي والعلمي انني توصلت الى انه لا توجد منطقه في المغرب الا وكتوجد فيها من ذريه سيدي عبد المؤمن، اما عالم، اما فقيه، اما استاذ، اما مدرس، اما يعني طبيب، اما كذلك في باقي يعني كل المجالات الاخرى، ولكن كلهم كيحتفظوا بواحد الشرف، بواحد النسب اصيل، واحد الاخلاق عاليه، واحد السمت حسن على الوجوه ديالهم المباركه اللي هما كينتسبوا بها الى الذريه الشريفه الدوحه النبويه الطاهره. وهذا كيدل على ان هذا المحفل اللي كيتعمل كل سنه هو محفل بهيج يجمع هذه الاسر المباركه. والان حنا كنحاولوا ما امكن اننا نوصلوا الصمت الى الناس اللي كاينين داخل المغرب كذلك في الداخل وفي الشمال انهم يجيوا ويحضروا كذلك هذه المباركه، وكما انه هو التفاته كذلك من وزاره الاوقاف والوزارات الاخرى الى ان هذا الاصل المبارك في المغرب اولاد سيدي عبد المؤمن بن علي الشهير بابي قبرين هو مغربي الاصل والذريه ديالو مغربيه والنسب ديالو مغربي، لكنه تجدر من الشرق الى الشمال الى الجنوب الى الغرب الى وسط المملكه الشريفه. ولهذا انا سعيد جدا بالحضور معكم مع الشرفاء ابناء سيدي عبد المؤمن وذريته، وسعيد جدا بالوجود في هذا المقام الكريم والذي ان شاء الله تعالى سنجعله وقفا على ذكر الله عز وجل والاجتماع على الله تعالى وعلى المحبه التي نرجو ان شاء الله تعالى ان تكون دائمه. وكنشكر الشرفاء جميعا اللي هو سيدي عبد المؤمن حاجي والسي المسعودي والسي اليوسفي، لان هؤلاء كلهم من حفده سيدي عبد المؤمن بن علي، سواء كانوا قرابين او بعادين فهم الى النسب الشريف كذلك كتجمعنا العمومه معهم. ونحن نرجو من الله تعالى ان يشهد لنا هذا الاجتماع على الله وبالله وفي الله، واسال الله تعالى ان يتقبل منا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا استاذي العزيز. وانا اصاله استاذ التعليم العالي بجامعه الزهر الكليه المتعدده التخصصات. عاود اذا كان بالامكان. استاذ الدكتور عبد الله عبد المؤمن استاذ التعليم العالي بجامعه بن زهر. مرحبا. الكليه المتعدده التخصصات بالسماره. مرحبا مرحبا. الله خيرا. وانا شخصيا اصاله عن نفسي عن اهل ورطاس الشرفاء الادارسه
أقول لك أهلا وسهلا. إن لم يتسع لك هذا المكان أو المدينة برمتها، فالقلب والصدر أوسع، ومرحبا بكم. إذا كان هنايا ديال هذا والإخوان مع السي المؤمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو